أهلا بكم. الانتخابات مجلس النواب عاملة حالة في الشارع المصري اللي يفط على قفا من يشيل. يعني المرشحين بيصرفوا مبالغ مالية مبالغ فيها. لو وزعنا المبالغ دي على الفقراء والمساكين والمحتاجين ونجوز بهم المحتاجين كنا عملنا مصلحة. لكن هي دي الانتخابات المصرية. الشعب المصري بيعاني واليفط مالية جنبات الشوارع والميادين العامة في كل القرى والمدن. يا بخته اللي هيموت اليومين دول. لسان حال كل مواطن في الدايرة، لدرجة ان انا كنت راكب عربية وجاي من المنصورة، فانا قاعد فسمعت اتنين قاعدين ورا بيتكلموا بعض. واحد بيقول لابن عمه: لو ربنا كرم ابوك ومات الايام دي هنعمل له ميتة ما حصلش. قال له: اشمعنى؟ قال له: اليومين دول يومين انتخابات وكل المرشحين هيجوا وهيعملوا لنا حالة في البلد، هيبقى شكلنا حلو. هم يضحك وهم يبكي، والشعب المصري بيعاني. والدولة المصرية مش محتاجة نواب، الدولة المصرية محتاجة مفكرين، محتاجة عقلاء، محتاجة ناس تنمو وتزدهر بهذا الوطن. النواب زي ما بيقولوا على قفا من يشيل، ونواب التسقيف ملقحين. هتخش المجلس هتلاقي 20-30 نائب اللي شغالين، والباقي كل واحد نايم في وادي، اللي نايم واللي نعسان واللي بفكر في حاجة واللي عاوز يعمل سبوبة واللي مستني ما معالي الوزير يطلع من الاستجواب عشان يكلمه ويقضي مصلحة منه. وهي دي سنة الحياة. رسالتي لكل مواطن مصري: اختار صح، اختار النائب اللي يمثلك، اختار النائب اللي تبقى قاعد في البيت ومطمن على مستقبل أولادك. اختار صح عشان دي مسؤولية، وقليل قوي من المرشحين اللي يقدر يمثلك، لكن موجودين. ركز واختار علشان دي أمانة، وصوتك أمانة، ومصر محتاجاك، والكورة في إيديك. يا تنمو وتزدهر وتتقدم وترتقي بهذا الوطن، يا نقول للوطن 1000 مليون سلام. كل الشكر والتحية.